كل ما انزل السوبر ماركت اتصدم صدمه جديده. والنهارده بقى في اكتر حاجه بحبها الشوكولاته، واكتر نوع بحبه باونتي، بحبها جدا. للاسف يا جماعه سعرها وصل ل 25 جنيه. تعالوا بقى نشوف هيحصل ايه لو عملنا باونتي في البيت باربع مكونات بس. عملتها لكم بطريقه اقتصاديه جدا، كل المكونات تقريبا عندكم في البيت، يعني انتوا هتشوفوا الفيديو وهتبقوا عايزين تقوموا تعملوها على طول. قريبه جدا جدا من الاصليه، مش محتاجة خطوات كتير، هتنجح معاكم من اول مرة وطعمها وهمي. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. طاسة بقى على نار اعلى من المتوسطة، هحط كوباية من اللبن وهزود عليها نص كوباية من السكر، وهبتدي ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما السكر يدوب واللبن يوصل لمرحله الغليان. بعد كده اختياري هضيف ظرف من الفانيليا، يعني نص معلقه صغيره من الفانيليا، ودي اختياري بس بتدي طعم حلو. بعد كده معايا كوبايه ونص من جوز الهند، اللي هو يا جماعه بيبقى ناعم، مش عايزاه يبقى اللي هو الخشن. هضيفه بقى مره واحده وهقلب بقى على نار برضو تكون اعلى من المتوسطه. لازم نستمر في التقليب لحد ما السوائل كلها تتبخر. انا عايزاه ينشف خالص، ما يبقاش فيه اي سوائل، وتحسوا كمان ان هو ينفع يتشكل كده وبقى كتله واحده زي ما انتم شايفين كده. كده بقى مظبوط معايا قوي، كل السوائل اتبخرت وينفع ان انا اشكله. هجيب قالب مربع او مستطيل، هبتدي ان انا احط فيه جوز الهند كده واضغطه كويس جدا واسويه كويس قوي. وبعد كده لما يبرد خالص هدخله التلاجة على الاقل ساعه علشان يبقى متماسك ويبقى سهل معايا في التشكيل. طريقه تانية في التشكيل، لما يبقى دافي شويه هاخد مقدار مثلا معلقه كبيره، او زي ما نحب احنا عايزين السمك بتاع الشوكولاته يبقى عامل ازاي، دي تقدروا تتحكموا فيها. واحاول ان انا اشكلها بشكل بيضاوي كده قريب من الشكل الاصلي. وبعد ما بشكلها بدخلها برضو التلاجة على الاقل ساعه علشان تبقى متماسكه معايا. وادي بقى القالب بعد ما خرجته من التلاجة بقى متماسك معايا. هبتدي بقى ان انا اقطعه على قد الصوابع زي ما انا عايزه. انتوا اللي بتتحكموا في السمك بتاع الشوكولاته، وكمان بتتحكموا في الحجم بتاعها زي ما انتوا عايزين. بكل سهوله اقدر اطلعها واشكلها بطريقه سهله جدا. اضغطها اهم حاجه كويس قوي، واشكلها برضو بشكل بيضاوي شبه الاصليه. وبس كده عملوا لي 12 قطعه يا جماعه. انتوا متخيلين الكميه؟ هدخلهم تاني التلاجة لحد ما اجهز الشوكولاته. هجيب بقى 100 جرام من الشوكولاته اللي بالحليب. انا بحب الشوكولاته الدارك، فعملت ميكس ما بين الشوكولاته الدارك وبالحليب، لكن لو انتوا عايزين نفس الطعم الاصلي يبقى استخدموا شوكولاته بالحليب بس. هزود عليها معلقه كبيره من الزيت وهدخلهم الميكروويف 30 ثانيه واقلبهم. هدخلها 30 ثانيه تاني واقلبهم لحد ما الشوكولاته تسيح خالص كده بالشكل ده. ممكن تسيحوها على حمام مائي مفيش مشكله خالص. طلعت بقى جوز الهند بقى متماسك معايا جدا. ممكن كمان يا جماعه عشان يبقى متماسك اكتر تحطوه في الفريزر قبل ما تسيحوا الشوكولاته. هحطه كده في الشوكولاته وبالشوكه هغطيه كله بالشوكولاته، وهنزل اي شوكولاته زياده وبالسكينه كده هعمل شكل زي ما انتم شايفين علشان تديني شكل الاصليه شويه. شكلها تحفه. احطها بقى على ورق زبده علشان تنشف. وعايزه اقول لكم يا جماعه هي هتنشف بسرعه جدا لان جوز الهند ساقع قوي. وانتوا بتعملوا الخطوه دي يا ريت نعملها بسرعه شويه، لان الشوكولاته بجد بتنشف بسرعه، فلازم الخطوه دي تبقى سريعه شويه. وبس كده خلصت كل الكميه بنفس الطريقه. ودي بقى شكلها النهائي بعد ما الشوكولاته نشفت عليها. شايفين يا جماعه شكلها تحفه ازاي؟ بجد شكلها قريب جدا من الاصليه. عايزه اقول لكم طعمها كمان تحفه، عجبتني قوي وقريبه جدا من الاصليه. عملت 12 قطعه منها، وانا عاملاها كمان سميكه شويه، يعني انتوا ممكن تعملوا اكتر لو عملتوها بسمك اقل من كده. 12 قطعه يعني 6 من اللي هي فيها 2 اللي هي ب 25 جنيه. احسبوا بقى تكلفتها لو انتوا اشتريتوها من بره ولو انتوا عملتوها في البيت قد ايه سهله وبسيطه مش مكلفه. بحاول على قد ما اقدر ادور لكم على البدائل اللي تبقى مناسبه ليكم ومناسبه مع الظروف اللي احنا فيها، انكم تجربوها وتقولوا لي رايكم. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.